السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الف مليون مبروك للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي، الفوز المستحق ببطولة افريقيا على فريق الترجي التونسي. المباراة كانت مباراة صعبة جدا، كانت مباراة طبعا يعني النادي الاهلي قدر ان هو في اول 5 دقايق يحرز هدف، والهدف ده هو هدف الفوز في المباراة. لكن المشكلة ان الاهلي لعب على الهدف ده، والشوط الاول ضيع طبعا فرص كتيره جدا، كان يقدر ان هو يخلص المباراه دي 2 و3 في الشوط الاول. لكن المشكله ان هو يعني كان في رعونه كبيره قوي من اللعيبه، مش فاهم يعني، كان في النهارده مس باص كتير جدا، كان في عدم تركيز كتير. لكن كانت الخطه الدفاعيه كانت قويه جدا، كانت مميزه جدا. اللعيبه اقول انها فعلا استبسلت بقوه في انها تمنع اي كره تروح على مصطفى شوبير. الشوط التاني كان الوضع اصعب بكتير، لاني حسيت ان لعيبه الاهلي مفيش الدافعيه انها تروح على الجون، والدفاعيه اتنقلت لفريق الترجي التونسي اللي بدا ان هو يفكر في حته الهجوم، في حته ان هو، لكن طبعا واضح ان خبرات اللعيبه عنده مش قويه، واضح ان اللعيبه عنده قدراتهم مش عاليه. آه، واضح ان لعيبه الاهلي طبعا اكثر خبره، وبالاخص في المباريات النهائيه. طبعا التغييرات اللي عملها كولر في الشوط الثاني بدات ان هي تعدل من الشكل كويس، خلت ان في منظر تاني او شكل تاني للنادي الاهلي، خلت فيه هجوم افضل. طبعا هم كان ليهم فرصه في الشوط الثاني كانت يعني محققه، ولكن الحمد لله ربنا اراد انها تخرج بره، ودي تعتبر الفرصة الوحيدة اللي كانت صعبة قوي. يعني الحمد لله انها ما حصلتش. الاهلي له اكتر من فرصة كان سهل قوي ان هو يجيبهم، لكن برضو كان في عدم تركيز، كان في مسباص كتير. لكن الحمد لله والشكر لله ان المباراة خرجت في الاخر 1-0 النادي الاهلي. يمكن البطولة دي برضو فيها انجازات للنادي الاهلي كبيرة جدا، يكفي انه لم يهزم ولا مباراة. يعني تقريبا كسب 15 مباراة وتعادل حوالي 7 مباريات، فلم يهزم خارج أرضه ولا على أرضه. فده إنجاز طبعا كبير جدا للعيبة والمصطفى شوبير وكل اللعيبة، يعني طبعا كلها تعبت. الانجاز تاني طبعا ان دي البطوله ال 12 للنادي الاهلي، فطبعا فكره ان مفيش ليك منافس دي شيء صعب جدا جدا، هيكبر الموضوع او هيصعب الموضوع عليه السنوات القادمه. الاهلي بعد ما بيعدي من دور المجموعات بيبقى شيء تاني خالص، بيبقى صعب جدا، بيبقى سهل قوي ان انت تتهزم منه مهما كنت يعني على ارضك او حتى على ارضه. الموضوع بيبقى بالنسبه له، يعني انا حسيت في الشوط الاولاني ان الاهلي بيتلاعب بفريق الترجي، يعني كان في شيء من الهدوء جدا في نقل الكره. والشوط الاولاني كان شكله كويس، وكان يقدر الاهلي يجيب اكتر من جول. الشوط الثاني اللي حصل فيه لخبطه شويه، بقى فيه مس باص، يمكن اللعيبه تكون اجهدت في الشوط الثاني، عشان كده التغيير لما نزل قفشه والموضوع واليو ديانج طبعا. اليو ديانج طبعا كان بالنسبه لي تغيير ممكن يكون غريب شويه، لان اللعيب بقاله شهور كتيره ما بيلعبش، اول مباراه يلعبها في نهائي. لكن اليو ديانج لعيب تقيل جدا، يعني يكون ان كولر اداله الفرصه دي معناه ان هو شافه كويس جدا في التدريبات قبل المباراه. ويعني مش عارف اقول ايه، يعني الحمد لله ان المباراة خرجت بسلام، والحمد لله ان احنا توجنا باللقب ال 12. المباراة فيها فنيات كتيرة جدا، لكن نقدر نقول ان دايما المباريات النهائية او مباراة النهائي ما بيبقاش فيها الجمال في الكورة. يعني ده شيء طبيعي انك ما تشوفش جمال الكورة، لان الفريقين بيكونوا حريصين جدا ان ما يدخلش فيهم اهداف، وفي نفس الوقت كل فريق بيبقى عايز يجيب ولو هدف. يعني ما بيبقاش فيه زي اوروبا، يعني في فرق كبير جدا من كرة في اوروبا. انا اعتقد اني لو اتلغت فكرة ان الهدف في ارض الخصم يعني بتدي افضلية للفريق اللي احرز خارج ارضه، دي لو اتلغت اعتقد ممكن يعني نشوف بطولة افريقية تشبه بطولة اوروبا، ان الفريقين بيبقوا بيلعبوا على الفوز، وبتلاقي ده يجيب هدفين وثلاثة ويتلقى هدفين وثلاثة، والكلام ده ما تبقاش المباراة متكتله ومقفوله بالمنظر دوت والشكل ده. اعتقد ان لو في افريقيا غيروا الفكر دوت هنشوف مباريات افضل واحلى، وممكن يكون فيها فنيات داخل الملعب اكتر من الفنيات اللي هي ما بين المدربين. الف مبروك مره تانية للنادي الاهلي، وان شاء الله يعني عايزين ال 13 يا اهلي. سلام عليكم.